ده أحد موديلات بوتاجاز جليم جاز، هو غني عن التعريف طبعًا. بوتاجاز جليم جاز واخد وضعه من زمان، من سنين السنين كلها زي ما أنتم شايفين. البوتاجاز ده معانا هنشرحه برضه موديله قديم شوية، ولكن بوتاجاز معمّر واستعماله برضه 8 سنين الراجل أهوّة شغال زي الفل. هنا بقى الموديل القديم ده أو الموديل اللي معانا دوّة، الأُكرة هنا ما فيهاش إشعال ذاتي، فلازمًا أنا لازم أستخدم إيديّا الاتنين عشان أشغّله. يعني لازمًا أشغّل الإيد دي والإيد دي عشان أشغّله، لإن الأُكرة هنا ما فيهاش إشعال ذاتي. الجديد منّه بينزل الأُكرة فيها إشعاع ذاتي، ولكن البوتاجاز اللي معانا دوّة ما هنا 2 مفتاح، مفتاح للفرن ومفتاح للشواية. إحنا كده مشغّلين الفرن. بُص الفرن عامل إزاي، محمّل، الصاجة محمّلة. بُص فتحات التهوية تحت الأرضية عاملة إزاي، الأكسجين بيخش كتير، الهوا تقدر تشغّل الفرن والشواية مع بعض. هو ما فيهوش مروحة توزيع كمان، يعني على فكرة ما فيهوش مروحة توزيع، في مروحة تبريد زي ما أنت شايفها كده، وفي رف حماية عشان السخونية ما تطلعش على الأوكر تسيّحها، وفي كمان رف كمان جوّه، يعني هو مش عايز الحرارة توصل للمفتاح. ودي زيت أمان، ودي حاجة كويسة برضه في جليم جاز. تمام. أنا كده مشغّل الشواية ومشغّل الفرن، وتقدر تشغّل الاتنين مع بعض، بس ما تحاولش تعلّي نار الفرن تحت، يعني السخونية اللي تحت، لإن في ناس كتيرة بتشتكي تقول لك ما اعرفش أشغّل الفرن مع الشواية. لو أنت معلّي نار الفرن اللي تحت هتطلع تطفي اللي فوق. خلّيك على 120، 130، ما تعلّيش عن كده. ده الموديل اللي معانا أهوّة، ده الكود بتاعه، الموديل بتاعه عندنا أهوّة، ده إيطالي، إيطالي، تقفيل إيطالي، جليم جاز وغني عن التعريف. المقبض بتاعه جميل ومحمّل. في هنا بقى كمان الفرن كان نازل فيه ميزة حلوة، الألواح اللي في الجناب ديّة ألواح كتاليتيك. الألواح الكتاليتيك ديّة ما تمسكش فيها الدهون، أو لو في دهون